بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح لكم طريقة إدخال الشفرة، شفرة البيس الخاصة بقناة دهوك. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، كاتب لكم قناة مشفرة على قناة دهوك مش شغالة خالص اهيت. واحدة واحدة هندخل الشفرة الخاصة بالقناة على أجهزة الكيو ماكس بأنواعها. هي نفس الطريقة، كل واحد عنده جهاز كيو ماكس نفس الطريقة اللي هتشوفوها دلوقتي في الفيديو. هي واحدة. أول حاجة هندوس على من المنيو ونختار كلمة التركيب. هنيجي من التركيب، هتلاقي عندنا آخر حاجة خالص قائمة الكودات. هندوس عليها أوكي. وبعد كده نقلب باللي بعلي ووطي لغاية لما نوصل لكلمة بيس. جت لنا هي كلمة بيس. أول ما تجيلنا كلمة بيس هروح على اللي بيقلب القنوات، ونيجي على آخر شفرة خالص ونعمل إضافة. أول ما نتك إضافة بتظهر لنا قائمة كلها أصفار أهي زي ما احنا شايفين. وعلى الجنب هنلاقي قائمة الحروف ABC لغاية F. أول حاجة هندخلها اللي هي البروفايد ده ثابت في جميع الشفرات البيس، اللي هو 0 0 1 F. طيب الأحرف أهي على الشمال، بنيجي على حرف الإف هنضغط أوكي. هنضغط أوكي 3 مرات. F تمام. هنعدي الخانتين دول اللي هم بتوع الاندكس، ملناش دعوة بيهم، هم هيفضلوا صفار. وبعد كده ندخل شفرة دهوك اللي هي 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3. وبعد كده نيجي على كلمة اوكي اللي على الشمال ونضغط عليها. كده احنا خلصنا الجزء الاول من ادخال الشفرة. طيب احنا دخلنا شفرة بس الوقت الجهاز مش عارف دي شفرة ايه، قناة ايه، فاحنا بنعرفه على القناة عن طريق ان احنا بنيجي نضغط F1 من الريموت، فبتظهر لنا قائمة اصفار جديدة اهيت زي ما احنا شايفين. وبنبدأ ان احنا ندخل التردد الخاص بالشفرة او بالقناة اللي احنا دخلنا شفرتها. هنضغط على تردد قناة دهوك اللي هو ال 11 189، ونسيب اول خانة ونضغط 17 75. وبعد كده الاس اي دي ده احنا بنعرفه لما نضغط فيه على القناة بتظهر لنا الاس اي دي تحت. هو دايما في اغلب الاجهزة بيبقى 0001. تمام. ونيجي على الاوكي تاني اللي على الشمال ونضغط اوكي. كده احنا دخلنا الشفرة. هنطلع بره اهو. طبعا القناة ما اشتغلتش. هنعمل ريستارت للجهاز عشان يقدر ان هو يخزن المعلومات اللي احنا حاطينها. نشغل الجهاز تاني، هنبص نلاقي القناة اشتغلت زي ما احنا شايفين اهو. القناة دهوك فتحت لمجرد ان احنا فتحنا قفلنا الجهاز وشغلناه تاني. القناة شغالة اهيت وشغالة بثبات، والإشارة بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهوت 75. يا رب يكون الشرح أفادكم، وإن شاء الله كل الناس اللي عندها أجهزة الكيو ماكس تقدر تدخل الشفرة. وبدعو كل واحد عنده جهاز قدر يدخل شفرة القناة ويفتحها يصور لنا فيديو برضه ويعرف الناس ازاي فتح الشفرة. يمكن الكل يستفاد عشان ان شاء الله بكره نتفرج على الكلاسيكو. شكرا لكم وشكرا لجروب العالمي.